قال من هناك يطلع قرن الشيطان، قال الفتنة من ها هنا، وأشار إلى حيث طلع زعيمهم. تصوروا من شدة بغضهم لهذا الحديث شو قالوا؟ قال نجد اللي وارد هون بالحديث، قال هذا نجد العراق، قال مش نجد الحجاز. كيف بتجاوبهم؟ كيف بترد عليهم؟ الصحابة الذين قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، عندما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا عندما قال الرسول اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. الصحابة الذين قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، ماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ قال هم من أهل الحجاز. لما يقولوا وفي نجدنا، أي نجد بده يكون نجد لما يكونوا هن من أهل الحجاز؟ نجد الحجاز. اللي قالوا وفي نجدنا ما كانوا من أهل العراق، كانوا من أهل الحجاز. شيطان الحديث نفسه خرج من بيت عائشة فأشار إلى المشرق وقال الفتنة من ها هنا. وفي حديث آخر يطلع قرن الشيطان من المشرق وأشار إلى المشرق. وين بيت عائشة؟ في المدينة. شرقي المدينة شو بيكون؟ شو بيكون شرقي المدينة؟ نجد تبعد 1000 كيلومتر عن المدينة. إذا تصوروا هذا الحديث حتى حرفوا معناه، وبعضهم أنكره من شدة غيظ، مع أنه حبيب ابن تيمية في كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية يثبته. هؤلاء جهال باللغة وبالدين وبالعقيدة وبالأصول وبالفروع وبالحديث ما بيعرفوا. هؤلاء أجلاف كما قال الرسول فيهم. هن بيعتبروا أن الصلاة عند القبر إشراك. وهذا كتاب الحاكم للمستدرك الجزء الأول كتاب الجنائز في صحيفة 377 يروي عن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تأتي إلى قبر عمها حمزة، بيكون عم الرسول وخيه في الرضاعة، كانت تأتي إلى قبر عمها حمزة. وين يعني؟ كان تطلع من قلب المدينة من جوا تجي على جبل أحد تصلي عند قبر حمزة وتبكي. يعني شو عم بيقولوا عن السيدة فاطمة؟ كافرة. مشان هيك قال